السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم الأيام بالخير، وإن شاء الله يبقى شهر خير علينا جميعا. النهاردة إن شاء الله هنعمل الجمال اللي معانا ده. هنعمل الزبادي بطريقة سهلة، هيطلع معاكي كريمي ومتماسك، على الرغم من ان احنا في جو برد. وفي ناس كتير كانت قلقانة وتقولك الجو البرد ما بتخليش الزبادي يمسك، وبنبقى محتاجين مكنة زبادي. لا بقى ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله، وهيبقى متماسك معاكي وحلو قوي. يلا بقى تعالي نشوف الطريقه. اول حاجه معانا كيلو من اللبن يكون دافي، ومعانا كوبايه زبادي. طبعا نوعيه الزبادي اللي حضرتك عاوزاها هي اللي تشتغلي بيها، يعني مثلا زبادي شركات، زبادي بلدي، حسب الطعم اللي انت عاوزاه يطلع لك في الزبادي بتاعك هتشتغلي بالزبادي. الخميره يعني اللي انت هتحطيها. هجيب الزبديه بتاعتي وهحطها كده وهضربها بالمضرب اليدوي كويس قوي لحد ما توصل لقوام كريمي. وبعد كده هحط عليها معلقتين من اللبن. طبعا اللبن هنا زي ما قلت دافي، يعني زي رضعة البيبي كده، او دمعة العين. وبعد كده هسكر بقى الزبادي بتاعي بمعلقتين من السكر. انا بصراحه بحبه مسكر كده، يعني بيدي طعم حلو للزبادي. وده برضو بيرجع لاختيار حضرتك اذا كنت عايزه تضيفي سكر او لا. هقلب بقى كويس قوي لحد ما السكر يدوب. وبعد كده هنزل بالجزء بتاع الزبادي، اللي هي الخميره، واقلبها كويس قوي. المرحله دي مهمه جدا ان انت تقلبي كويس جدا عشان تتاكدي ان الزبديه اللي انت حطيتيها دابت في اللبن كله. في ناس في المرحله دي ممكن تضربه في الخلاط، بس بصراحه ربنا انا مش ببقى محتاجه ان انا اضربه، لان هو بيدوب معايا كويس قوي. بعد كده جبت بقى الكوبايات بتاعتي. انا هنا كنت جبت كوبايات كبيره شويه، لقيتها هتاخد كميه كبيره بصراحه. فيعني ايه، قلت لا دي كبيره قوي. دي كانت كمان اكبر من الطاجن الفخار تقريبا. رحت لا قلت غيرت رايي وجبت كوبايات صغيره شويه وبدات احط فيها. بس على فكره الكوبايات دي مش صغيره ولا حاجه. الكوبايات دي بالمقارنه بالزبادي اللي انت بتشتريه من السوبر ماركت لا اكبر بكتير. ما شاء الله الزبديه اللي في السوبر ماركت دي معلقتين وخلاص، يعني تحس ان هي بتخلص هوا. لكن الزبادي اللي انت بتعمليه في البيت بيبقى كده الكوبايه محترمه بصراحه ربنا. يعني الكميه دي ادتني 7 كوبايات، حلوه حجمها حلو، وكوبايه صغيره. يعني كيلو اللبن بيديني كميه حلوه جدا، فيها وفر برضو وكفايه التوفير، يعني ايه في حجم الزبديه اللي انت بتعمليها. والاكتر والاهم من كده النظافه، وان انت متاكده من حاجه انت عاملاها في البيت. المهم ان انت بس تمشي على الخطوات اللي انا بقول لحضرتك عليها عشان تطلعي الزبديه كويسه. نيجي بقى لاهم خطوه اللي هتخليكي تطلعي الزبادي متماسك وكريمي وحلو قوي. اول حاجه انا سخنت ميه خليتها دافيه كده، وبدات احطها في الصينيه اللي انا بستعملها. تقريبا لحد تلت الكوبايه يبقى مليانه ميه. الميه تكون دافيه، مش سخنه يا جماعه، عشان الزبادي يظبط معانا. تمام. بتهيالي يعني ايه الدنيا كده واضحة لحد دلوقتي. هنيجي بقى نجيب استرتش. والاسترتش هنا نقطة مهمة جدا عشان يوصلنا للنتيجة زي ما قلنا ان احنا عاوزينها، ان احنا نغطي على الزبادي بتاعنا بسترتش. طب هيجي حد مثلا يقول لي طب انا ما عنديش استرتش هغطي مثلا بالصينية او حاجة. هقول لا، لان الاسترتش هنا هيعمل تكتيم او يعمل تحضير للحرارة او يعني ايه الدفى بتاع المية. فهيخلي الزبادي ان شاء الله يوصل للنتيجه اللي احنا عاوزينها. هحط الاسترتش واغطيه كويس قوي واقفل على الصينيه كويس قوي عشان توصل معايا للدرجه دي. هيدخل الفرن بقى. هيدخل الفرن لمدة 4 ساعات تقريبا. وبعد كده هطلعه وادخله التلاجة برضو تقريبا 4 ساعات برضو. هيطلع معايا كده زي ما حضرتك شايفة. بصي انا بجيبهولك كده وبجيبهولك كده زي الفل، ما فيهوش اي حاجة، ما بيتقلبش الحمد لله، متماسك جدا. عاوزة اوريهولك بكل ايه احواله عشان تبقي متأكدة ان هو ان شاء الله هتوصلي للنتيجة دي لو اتبعت الخطوات اللي احنا قلناها ان شاء الله بإذن الله. عاوزه اقولك على نقطه كمان، لو حضرتك بتستخدمي يعني صينيه المونيا، يا ريت تكون صينيه قديمه عندك، ما تكونيش محتاجاها قوي. عشان هي مع استعمال الزبادي والتكرار هيخليها تسود شويه. بصوا انا هنا بوريكم القوام بتاعه. بصوا بسم الله ما شاء الله، زي الفل، قوامه حلو قوي متماسك كريمي. مش هقول لكم بقى كمان على الطعم حلو قوي. وانت لو عاوزه تسكريه زي ما قلنا بمعلقتين سكر بتفرق معاكي في الطعم وبتخليه طعمه حلو قوي. طيب. يا ريت بقى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تطبقوا الطريقه وتعجبكم باذن الله. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.